بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا كرنبيت مخلل، بس بطريقه كده جميله، بحبه حباش وتكات وحركات بسيطه، ان شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا على المقادير. معانا كرنبيته كده حلوه مكبوسه، قلبظه كده ومقلوظه، قرن فلفل اخضر، توم، حزمه كرفس، وفلفل احمر مهروس، ملح. يلا بينا نقطعها بقى. هنقطع كده العيدان بتاعتها، الزهر بالشكل دوت، كلها كده هنبتدي نفصصها من بعض. كرنبيته كده مكبوسه كده وحلوه. هنبتدي نقطع بقى الزهر اللي فيها، هنشيل العيدان الطويله دي ونفصصها بالشكل دوت كده. اهي كلها هتلاقيها بتتفصص معاكي، واي عيدان طويله تشيليها كده. اهي بصي العيدان تتفصص، نشيل اي عيدان طويله. ايوه، انا بوريكم خطوه بخطوه عشان تبقوا عارفين تعملوها ازاي. هنعمله هيطلع احلى من بتاع المحلات والله. كده كده خلصنا الكميه كلها. اي طبق معاكي هنفضي فيه كل اللي احنا فصصناه. اهو بصوا شكله كده اهوت. معانا ميه سخنه بقى بتغلي، هننقعه فيها لمده نص ساعه كده، ونسيبه شويه. نكونوا جهزنا الحشوه بتاعتنا، كرفس وثوم وفلفل احمر وفلفل اخضر، ونظبط الملح حوالي معلقتين ملح كبار، ونضربهم في الكبة. لو مفيش كبة، في الهون، نفرمهم فرم ناعم قوي. هنا كانت عدت النص ساعة، نصفيهم بقى من المية السخنة. كل الكمية اللي معانا اهيت. بصوا الكرنبيطة بحالها مش مسلوقة ولا اي حاجة، بس المية السخنة دي بتساعد على ان الانسجة تتشرب من الخليط دهوت. ونقلبها كويس. قلبي بقى لحد ما كل الخليط يتجانس مع الكرنبيطة كلها، كله يتشرب من بعضه كده اهو. عندك علبة بقى، برطمان، اي حاجة نفضي فيه. مخلل احلى من بتاع المحلات مليون مرة. جربوه بالطريقة دهيت هيعجبكم قوي. بقية الخليط اللي في الكب دوت، مش هنغسل الكب بقى، نحط فيه حبة مية وينزل. على الباقي اللي متبقي في الكروانة اللي معانا. ونظبط بقى الملح بتاعنا ونقلب. ظبطي الملح على حسب ما انتي بتحبيه، المهم قلبيه كويس لحد ما يدوب. حوالي معلقتين خل وليمونتين، بيدوله طعم جميل قوي. ودي نص معلقة سكر. السكر بيحافظ على القرشة بتاعته، ويعتبر مادة حافظة ليه.
وقلبي كويس. والقشر ده مش هنرميه، حطيه مع الكرنبيت بيديله ريحة وطعم جمال قوي. وفضي المية لحد ما تغطي الخليط بتاعنا بحاله كله كده، وقلبي. ودوقي الملح بتاعك برضو، يحتاج ملح حطيه، بس هو كده جميل. حطوا اللايك بقى، وغطي العلبة بتاعتك او البرطمان، وقلبي كويس لحد ما يبقى بالشكل دوت. وبألف هنا وشفا ليكم. وده شكله بعديها بعد ما حطينا ورصينا بالشكل دهوت. وده الشكل النهائي للمخلل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبتكم الطريقه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في اسرار الطبخ مع ام ربيع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.